2022 خلاص الحمد لله خلصت، الحمد لله الحمد وشكر ليك يا رب. يعني احنا شايلين واضح ان انتوا شايلين منها جدا جدا. كانت سنه يعني الحمد لله. الحمد لله. طيب في ناس خارجه من السنه دي عندها ضغوطات نفسيه، ضغوطات ماديه، متخشمه يعني بص متسفلتين، حد ناس متلها، منفصلين. الواحد ازاي يقدر يتخطى؟ خلاص احنا دخلنا بقى على سنه جديده، فالمفروض الواحد زي ما بنقول، واحنا دايما ده دورنا، احنا بنقول للناس ان احنا تفاءلوا بالخير تجدوه. ازاي يقدروا يتخطوا المرحله دي؟ احنا اتعلمنا ايه من المرحله دي؟ المرحله كل حاجه حضرتك قلتيها اكيد علمتنا درس معين، واكيد اخذنا وقتنا فيها، واكيد سايبه علامه معانا. طبعا العلامه اللي هي سايباها معانا دي هي هتكون الدافع اللي يخلينا نقدر نتخطى كل ده ونقدم على حاجه جديده وحاجه مختلفه. لان لو احنا قعدنا فكرنا احنا قد ايه تاثرنا وتوجعنا وكانت العمليه منتهى السلبيه علينا، لازم ده يكون الحافز اللي يخلينا ما نعيش اللحظه دي تاني. اصعب حاجه في حياه اي بني ادم ان هو يبقى دايما عايش في اللي فات، والاصعب انه يحاول انه ياخد اللي فات ده يكون هو الدافع اللي يزقه لقدام. علشان كده ضروري يبقى في نوع من انواع التحفيز النفسي والداخلي. خلينا نبقى متفقين، احنا لو جبنا دكاتره نفسيين في العالم كله، لو جبنا كل لايف كوتشز، لو عملنا ايه، لو مين قعد يكلمنا، لو احنا ما عندناش الرغبه الداخليه ان احنا نتغير مش هنتغير. صح. ولو احنا عندنا الرغبه وخايفين، كنت لسه هقول انا عايزه اسال الحته دي، لو احنا عندنا الرغبه كلنا عايزين نبقى احسن، بس لو احنا لو عندنا الخوف اللي جوه كل الناس، كلنا عندنا رغبه فظيعه وخوف من التغيير حتى لو احنا عايزين. بس دي شخصيات، في ناس بيبقى بتحب التغيير، في ناس بتحب التغيير اللي هتلاقيها لفترات معينه او لاوضاع معينه. صح. لكن كلنا بنخاف من التغيير. كلنا لو قسناها هتلاقي انت بتحب التغيير في شغلك لكن بتخاف منه في حياتك الشخصيه. صح. هتلاقيه بتحبه في حياتك الشخصيه بتخاف منه في شغلك. هتلاقيه الاثنين بس على المستوى الاجتماعي كلنا عندنا نسبه من الخوف. بتتكلم على التغيير بشكل عام، يعني انا ممكن اغير شغل من شركه لشركه، من مكان لمكان، اغير لا قدر الله زوجه اتطلقت من زوجها فتغيير. لا انا بتكلم بقى على التغيير كمان الطباع والصفات. اصعب حاجه في الدنيا. هل ممكن يعني حد وصل لسن ال40 او ال30 هل ممكن انه يتغير؟ طبعا. أيوة. طبعا، بس خلينا نتفق ان في بعض الصفات ما ينفعش انها تتغير. هي ممكن تكون بتتجمل، ممكن تكون بنقدر مش بنستخبى، احنا بنتعلم ازاي نسيطر عليها. لا الصفه دي بتستخبى احنا احنا لما بنتعلم نسيطر عليها بتستخبى. يعني بنعرف ازاي نقدر نسيطر على عصبيتنا، نقدر نسيطر على ردود افعالنا السريعه، بنعرف بس بتلاقيها بتطلع في الوقت المناسب، وبتطلع بتبقى اكبر بكتير قوي من ما كانت بتطلع قد كده، لان احنا كنا حابسينها وكابتنها زي ما انت قلت. فهي ان انت تغيريها دي تبقى صعبه، لكن تعرفي تتحكمي فيها. بس الاهم من ده كله بقى لو بصينا لها من الناحيه الايجابيه، لو انت قررت، لانك انت بيجي لك وقت، وخصوصا لو قلنا ال40 بتقف مع نفسك وقفه وبتحس او بتسال نفسك السؤال اللي انا دايما بقوله في كل حاجه، هو انا عملت ايه لنفسي؟ هو انا مش سعيد؟ انا عايز ابقى سعيد. في ناس بتسال نفسها السؤال ده بتقدر تعمله. منتصف العمر تقريبا. قصدك ايه؟ ايه ده؟ ايه يعني منتصف العمر؟ انا بقول حاجه ما لهاش علاقه بيكي. اولا 40 ايه؟ انت في الثلاثينات، فانت صعب الكلام ده احلى وقت على فكره، لانك بتبدا تبص لحياتك، لعلاقاتك، لتفكيرك، لكل حاجه بشكل مختلف. للاسف قليلين قوي اللي بيعرفوا ياخدوا خطوات ايجابيه ان هم يقدموا على التغيير ده، لكن في ناس تانية اللي فعلا بتقدر تعمل ده، بتعيش حياه، بتبدا حياتها من اول وجديد. صح. وفعلا بتبقى النظره مختلفه. انا شفت نماذج كده كمان فوق ال50، يعني مش هذكر مين، بس شفت نموذج حقيقي، يعني مثال واضح جدا، شخصيه غيرت كل حاجه في حياتها. راجل ولا ست؟ بقت بتعمل كل حاجه لنفسها، بقت بتبسط نفسها، وانا شفت التغيير عليها اكنها انسانه تانية. انا اتخضيت. انت عارف يا عمرو، من التغيير الجذري اللي حصل في حياتها. اللي انت بتقوله ده هو ده الرد على سؤال نرمين، اللي هو ازاي اقدر اعمل ده بمنتهى البساطه. في انا قلت بيبقى جوانا عايزين نقدر نعمله ما بنعملوش، وفي ناس بتقدر تعمله. عشان تقدر تحمس نفسك انك تعمله، زي ما عمرو قال بالظبط، بصوا على الحالات اللي قدرت تعمل ده. صح. وشوفوا النجاح والحياه اللي اختلفت 180 درجه. صح. هنا ده اكتر حافز هيحمسكم ان انتوا تقدروا تقدموا على الخطوه اللي هي بتبقى صعبه علينا كلنا. بس المهم ان احنا نواجه نفسنا صح، والمهم ان احنا نجاوب على السؤال صح، لان اغلبيه الناس بتهرب من السؤال وبتقول اهي عايشه وعايشينها. صح. للاسف. صح. انا عندي سؤال اخير
الاخير استاذ تامر عشان لازم ننهي، بس السؤال ده مهم جدا لانه احنا ذكرنا في خلال الحلقه عن ان انتوا لازم تواجهوا مشاكلكم، بس رجعنا تاني قلنا ان انتوا ما تطولوش في الحزن وما تعيشوش في الماضي. فازاي نقدر نفرق في الشعره، نمسك الشعره اللي بين ان احنا بنواجه مشاعرنا وبنواجه مشاكلنا ومش بنرميها تحت الكنبه، وازاي ما نطولش في ان احنا نواجهها ونعيشها. تمام. زي ما قلنا خد وقتك فيها، وقتك ده انت اللي تحدده مش حد اللي يمليه عليك. واول ما تلاقي نفسك انك انت بطلت تفكر في اللي وجعك او المشاكل اللي انت عديت بيها، بس طول عمرك عارف ان او فضل في دماغك ان في درس انت اتعلمته، تاكد ان انت عديت المرحله دي. فانت انك تواجه ده صح، ومحدش هيقدر يساعدك انك تخرج من المرحله دي غير انت، ومحدش يملي عليك الوقت اللي تاخده فيها. المهم انك تاخدها بالوقت اللي كل واحد بيختلف عن التاني، اللي انت تستحقه واللي نفسك تستحقه، واللي ما تجيش بعد كده تلوم نفسك انك انت قصرت في حق نفسك في حاجه، وتبقى عارف كويس قوي ان الخبطه دي او الخطوه او اللي حصل لك هو ما وجعكش او ما كسركش، هو بالعكس هو قواك وعلمك. صح. وبعدين كمان يعني تكمله لكلام حضرتك، الفكره ان انت تسامح نفسك، لان احنا ساعات بنقلب جلادين على نفسنا وبنقعد نقول لا انا قصرت في كذا، لو كنت عملت كذا ما كانش سابني، لو كنت عملت كذا ما كانش العلاقه باظت، لو كنت عملت كذا ما كنتش اترفدت من الشغل. ما نبقاش قاسيين جدا على نفسنا، لازم نسامح نفسنا عشان نشفى. صح دي اكيد، ده حقيقة. صح. فيعني انا حابب بالموضوع ده ان انا انهي الفقره، وحضرتك بجد نورتنا. والله ما عايزه انهيها، انا مش عايز ابدا انهيها، انا مستمتع، انا بحب جدا. انا سعيد ان انا بادئ السنه بيكم ومعاكم، وان شاء الله تبقى سنه بمنتهى الايجابيه ومنتهى السعاده، وكفايه ان انا بداتها معاكم بجد. وعلى كل الساده المشاهدين. واحنا كمان سعداء بحضرتك جدا. عايزه اقول لك ان انا لما بعوز ببقى خلاص، اكيد احنا حياتنا كلها ابس اند داون، لما ببقى انا داون خالص بكلمك بحس بجد عمرو عمدو كده حركه بيعمل دي حقيقة. انا ببقى كده بجد. البني ادم بيبقى محتاج انه يتكلم ويتكلم مع حد، ما يبقاش بيحكم عليه باي حاجه، مجرد ان حد يتكلم وحد يسمع، دي في حد ذاتها بتريح جدا. انت نورتنا، ربنا يخليك. طيب وسنه سعيده على حضرتك وعلى اسرتك وعلى يعني كل حبايبك ان شاء الله. ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين. سنه سعيده عليكم. خبير التنميه البشريه، نورتنا وشرفتنا. شكرا.